ليش النساء ياكلون بعد الرجيل؟ ليه ما تصير العكس؟ بنسألكم واحد واحد وبنسمع إجابة كل شخص الحالة. جميل؟ يلا. أشوف إنه خطأ يقلطون النساء بعد الرجال، لأن السور ما هو بشكل عام صحيا غلط، لكن ممكن إنه من قل حاجة، من قل عدم إسراف، فيقلطون بعد الرجيل. لكن الوقت الحالي في خير ونعمة، النساء والرجال كله له سفرته. ناحية الدين حتى في الشهادة يشهد رجل مقابل امرأتين، شهادة امرأتين، وفي العرف عند القبائل معترف عليه أن الرجال هم اللي يقلطون في الأول. سلامتك. عادات وتقاليد متوارثة من الأجداد فقط. والله الجواب يطول، لكن هذا في الزمن الأول من قل المادة الموجودة عندهم، وقل مثلا نقول لك المواعين أو الأكل اللي يسوونه، فيتعشون الرجال قبل، بعدهم النساء. ولا لو فيه مواعين كثيرة قلطوا للحريم عشان الحال، والرجال على حدة عشان الحال. فأنا أقول هذا شيء متوارث من قديم، من قل المادة اللي عندهم. يا مرحبا يا ابو فهد، الله يسلمك ويحييك. هذا شرعا وعرفا فقط. لأن هذا لأنه قديما من قل الزاد عندهم، كان يعني الضيف هو اللي ياكل، ثم ياكلون أهل البيت فقط. وكذلك أعراف قديمة مشت عليها الناس إلى أن وصلت الوقت الحالي، وعن أغلب الناس قد تلافت الشيء هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا من النعايم اللي احنا فيها. أنا يا أبو فهد اسمح لي أجاوب وعطني مجال. أول شيء طال عمرك، النساء خواتنا، أمهاتنا، زوجاتنا، بناتنا، شعرات شواربنا اللي يجيها الماء الطاهر والطيب فقط. أما طال عمرك في الضيفة، فالنساء أكيد بيقلطن بعد الرجال، لأنهن اللي يطبخن العشاء والضيف. أنا كمعزب رجل ما أقلط مع ضيفي، حقلط بعده. فالنساء أكيد أهل البيت بيقلطون بعده، إلا إذا كانت الضيفة امرأة تقدم لها ضيفتها داخل البيت وتقلط هي والنساء أول شيء، وحنا ما نقلط على عشاهن. من الأخير يعني أنا أتكلم بوضوح. والله طال عمرك كرم الرجال وكرم النساء، والله الحمد عاداتنا وتقاليدنا طيبة. لو المرأة يعني تقليل في مكانتها تقليطها بعدها ما تعزو الرجال بخواتهم.